ازيكم يا شباب، معكم محمد ممدوح من قناة جيمز دارك. هشرح لكم معايا لعبة ديد سبيس 3 الجزء الثالث. شركة من شركة اي الكترونيك ارتس، من انتاج اي. اللعبة نزلت على اجهزة البي سي والبلاي ستيشن واجهزة الاكس بوكس. لعبة طبعا رعب نفسي، طبعا رعب فضاء وكده. اللعبة طبعا ترجمة كالعادة، ترجمة المبدع ماجد العتيبي. طبعا موجود الجزء الأول والجزء الثاني في القناة، لو حد عايز يلعب طبعا الأجزاء القديمة. وهسيب لكم رابط التعريب في الكومنت المثبت، ولازم تبقى في الجروب عشان تعرف يعني تنزل التعريب. اللعبة طبعا مش محتاج مستوى قوية، يعني لعبة كويسة، يعني مش عايزة جهاز معقول يعني. طبعا معظم الناس عارفين اللعبة عاملة ازاي. طبعا لازم تبعت للجروب عشان تشوف تعرف تنزل الروابط. واسيب لكم النسخة المضمونة. طبعا لازم يكون اللعبة عندك نسخة ديلكس اديشن، طبعا سواء اوريجينال او نسخة انت عارفين نسخة عادية. آه، كل حاجة هسيب لكم في الكومنت المثبت. نيجي بقى للشرح للفيديو. ان شاء الله الشرح هيكون برضه سهل جدا، مش كبير. طبعا الجيم اللي ما اختلفش على القديم، يعني تطوير شويه في الجرافيكس، حاجه بسيطه. نيجي بقى نخش على شرح التركيب، التعريب والترجمه باذن الله. نخش على الفيديو. نيجي بقى للتعريب كالعاده. طبعا التعريب بسيب لكم كل حاجه في كل حاجه في الكومنت المثبت. التعريب اهوت، حجمه مش كبير، حوالي 32 ميجا. الملفات اهي كالعاده، اسيب لكم كل حاجه في الديسكربشن. طبعا دي نسخه متوافقه، بسيب لكم كل حاجه. ده المستخرج البسيط اللي نحتاجه. طبعا كل حاجه دي اسيب لكم كالعاده في الكومنت. التعريب ليه طريقتين تسطيب. اول حاجه بيكون بالشكل ده. طبعا دوت ممكنش موجود، انا بضيف لكم الملف دوت عشان في حاله احنا بنيجي نسطب الملف بقول لك مشكله. طبعا هنسطب اللعبه عادي جدا كخيار اول، عشان لو ما سطبتش نجرب الخيار التاني اللي هو المستخرج البسيط. هنجيب هنا كلمة تثبيت. أهم حاجة نشغل هنا تثبيت التعريب كمسؤول. هنجيب هنا كلمة تثبيت. تمام. هنا بقول لك لازم تختار المجلد اللي فيه اللعبة وكون عارف فين بالظبط. أنا طبعا حاطه في الداونلود. طبعا تروح على اللعبة، ادي اللعبة اهيت. وهجيب هنا هقف على المجلد كده، مش ما اضغطش عليه، هقف عليه ضغطة كده. تمام. وهجيب هنا كلمة تثبيت. هنا هيقول لي تثبيت، لازم دي يعني نجيب 1% حتى عشان يشتغل. طبعا هو بيثبت الملفات ونستلم نخلص. لو قال لك ايرور ولا حاجه بقى، بنروح على الطريقه التانيه اللي هي المستخرج بسيط. طبعا هي ساعات هنا متعلق هنا، هو ممكن يخرج. اعتقد هي كده علقت. دي اول طريقه، بس لازم نعمل دي يا جماعه عشان خاطر التعريب يشتغل. لازم نجرب الطريقه دي بالظبط كده. هو كده التعريب خلاص وقف. بس مهم جدا عشان لما نيجي نعمل مستخرج بسيط يكون جزء من الملفات راح هناك في التعريب، عشان ممكن التعريب لو عملنا المستخرج بسيط على طول ما يشتغلش في الجزء ده بالذات. طبعا القديم كانوا على طول بنعمل مستخرج بسيط، كانوا بيتنقلوا بدون مشاكل. لا ده مختلف شويه. تمام. نيجي بقى هنا بقى للمستخرج بسيط، ودي فايدته. الملف اهوت كالعاده هنشغله كمسؤول. طبعا كل عمل التربيات القديمه عارف. هنا المستخرج البسيط بيقول لك هذا البرنامج يستخرج ملفات التعريب فقط على نقلها الى مجرد اللعبه. تمام، يدويا. طبعا هنجيب هنا بدء. تمام. هنا بقول لك خلاص تم ملف الاستخراج هنا. تمام اهي موجوده قدام. هنجيب هنا اوكي ونلغي دوت. ودي ملفات الاستخراج اهي بتاعه اللعبه. تمام. دي هنعملها ايه بقى؟ نقل، ونروح للعبه نفسها نوديها للفولدر بتاع اللعبه بتاعتنا. ادي فولدر اللعبه اهي. نفتح اللعبه دي. ده فولدر اللعبه، ده فولدر اللعبه. نعمل نسخ هنا. هنا نقلنا الملفات. تمام كده خلاص اللعبه والتعريب تمام معانا ان شاء الله. اشتغل معانا بدون مشاكل. نشغل بقى التعريب وهيشتغل تمام. طبعا التعريب كالعاده اسيبكم كل حاجه في الديسكريبشن. اسف، انا قلت لكم في الديسكريبشن، لا هسيب لكم في الكومنت المثبت. هتسيب التعريب. وطبعا اول تاني لازم تكون في الجروب بتاع جروب القناه جيمز تو عربيك.
برضه عشان نتاكد التعريب اشتغل، عشان نشوف قدامنا التعريب اشتغل ولا لا. كالعاده مع اني كنت عملت في الاول جيم بلاي، بس هنتاكد ان التعريب اشتغل معانا تمام. نيجي نشغل اللعبه. التعريب شغال اهو تمام يا جماعه. التعريب شغال اهو زي الفل، مفيهوش اي مشكله. هسيب لكم كل حاجه في الديسكربشن. طبعا هسيب لكم رابط، هسيب لكم رابط الجروب كالعاده في الكومنت المثبت، عشان الناس بتقول انت مش تحط الرابط في الديسكربشن. طبعا عشان برضه نحمي القناه وكده، بسيب لكم كل حاجه خاصه في الجروب في اول كومنت. هسيب لكم كل حاجه في الكومنت المثبت. هقول تاني كومنت مثبت. وتاني حاجه لازم طبعا تكون تبعت للجروب اد عشان تظهر معاك التعريب، تعرف تحمله يعني. بس كده. ده كان فيديو كده بالسريع. ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل فار كراي، مع اني انا يعني مع ان في ناس منزلينها على قنوات كتيره، بس ناس قالوا لي نزلها انت، هنزلها بامر الله. كان معاكم محمد ممدوح من قناه جيم ستاربك. يا ريت الناس اللي شايفه بقدم محتوى كويس جيد يدعموا القناه بلايك وسبسكرايب. في رعايه الله، السلام عليكم.